تحية طيبة، سعد الله صباحكم. باسم الأخوة والزملاء نرحب بالأخوة والزملاء من كردستان. أهلا وسهلا بالعاصمة الاتحادية بغداد. الأستاذ مسعود يحكي لنا على ستاندر ويحكي لنا شلون تأسست ستاندر وشنو الأهداف من تأسيس ستاندر ومنو كان معاه يعني بستاندر من المؤسسين الأوائل. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة ستاندر مؤسسة إعلامية وبحثية، وقدم كثير من البحوث وقدم الأخبار الحقيقية للشعب الكردي، لأن هناك كثير من القنوات يبثون الأخبار المشوهة فيما بين يعني على صعيد الداخلي وعلى صعيد العراقي وعلى صعيد أحيانا العالمي. نحن قمنا بتصحيح هذه المفاهيم، والبحوث دائما تتركز على الإخوة وترسيخ الحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة. وأتوقع وصل العدد البحوث إلى فوق 40 بحثا، منها بحوث طويلة ومنها بحوث على شكل تقارير استراتيجية، ولا سيما المفاهيم المنتشرة أحيانا خاطئة يعني على علاقة بالوضع القانوني والسياسي فيما بين بغداد والأربيل. ولنا دور مهم في التقرير وزارة الخارجية التي قدم إلى الأمم المتحدة حقائق حول قصف تركيا. كان لنا يعني بصمة حقيقية في هذا التقرير، والتقرير كان مهما جدا. وأثناء النزاعات فيما بين الإقليم وبغداد دائما احنا نركز على أن هناك السياسيين هم مختلفين وليست شعب الكردي والشعب العربي. دائما حاولنا تخفيف هذه النزاعات والتعايش السلمي فيما بين المكونات في إقليم، وأحيانا تحدثنا عن المكونات في العراق، وحاولنا إيصال حقيقة القضية الكردية إلى مثقف العربي، لأن في كثير من الأحيان حسنا بأن المثقف العربي إخواننا العرب في العراق والدول العربية لم يفهموا بشكل جيد، أنا أكرر بشكل دقيق، وإلا كثير من الباحثين والمثقفين العرب عندهم إلمام جيد بالقضية الكردية وجذورها، لكن أنا أتحدث عن معظم ليسوا عندهم معلومات دقيقة حول جذور وأصل القضية الكردية، وحاولنا إيضاح هذه المفاهيم. وشكرا. ستاندر شو تأسست تعرف؟ 2006 نعم. الجماعة موجودين مؤسسين أوائل فرمان منذ الطفولة موجود، وجماعة أخرى يعني موجودين، والآن تطور أصبح بدون إرادتنا حركة. يعني إحنا مؤسسة إعلامية والبحوث، لكن الآن دون إرادتنا، يعني حسب حاجات المنطقة أصبح حركة. لا أريد أن أقول حركة سياسية، لكن تواجدها موجودة في كل أنحاء إقليم كردستان وكركوك، ونحب أن يتوسع إلى بغداد وإلى منطقة أخرى. وشكرا.